وليلة القدر جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهي ليلة فاضلة، بل هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. وهذه الليلة يكفي في فضلها هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وسميت باسمها سورة القدر. هذه الليلة من الليالي الفاضلة، وسبق معنا قبل قليل أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين العمل، ولذلك فإن أولى ما ينشغل به المرء في الأوقات الفاضلة الأعمال التي تكون فيها فاضلة. فليلة القدر فيها أعمال فاضلة بخصوصها. فمن الأعمال الفاضلة بخصوص ليلة القدر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدلنا على أن من الأشياء الفاضلة في ليلة القدر التي يعملها المسلم أن يدعو الله عز وجل بمطلق الدعاء وبخصوص هذا الدعاء، وأن يدعو بهذا الدعاء بخصوصه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الثاني الذي هو من أعمال هذه الليلة وهو أن ينشغل المرء بقيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدلنا ذلك على أن من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه جل وعلا في الليلة التي يظنها ليلة القدر أن يتقرب إليه جل وعلا بصلاة الليل وبالتهجد والإنابة له سبحانه. ولذا جاء أن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا دخلت عليهم العشر الأواخر زادوا في قيامهم، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره رضي الله عن الجميع. أيضا الأمر الثالث الذي ينشغل به المرء في هذه الأيام وهو من باب الأعمال الفاضلة أنه ينشغل فيها بلزوم المساجد. وسيعقد بعد ذلك المؤلف بابا في الاعتكاف وأحكامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حينما أري ليلة القدر وأنها فيها. فدلنا ذلك على أن لزوم المساجد من الأمور الفاضلة المقصودة في هذه الأيام الفاضلة ولو شيئا يسيرا. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس يريد خيرا ولكنه ربما ينشغل بمفضول عن فاضل، فربما انشغل المرء في هذه الأيام بأمور هي فاضلة في ذاتها لكنها مفضولة في هذا الوقت. فربما انشغل به عن قيام الليل فتراه لا يقوم الليل، أو تراه لا يدعو الله عز وجل أو لا يلزم المساجد بسبب انشغاله في الأيام العشر الأواخر من رمضان لنقول مثلا بتوزيع طعام مثلا أو صدقة ونحو ذلك، أو بانشغاله بأداء عمرة، فإن العمرة في أول رمضان وفي آخره سواء. ولكن الأفضل في هذه الليلة هي الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل.